الأربعاء 13/5/2026 في دار تحفيظ القرآن بالدقنوة الجديدة. وزي ما بنذكر دائما إن شاء الله التحفيظ والتعليم بالمجان، بالإضافة لجزء أو مصحف بياخده الطالب. التعليم طول الأسبوع ما عدا الجمعة والثلاث. قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا بنبارك لبنت الدقنوة الجديدة منة الله أحمد محمد محمود عامر. قولوا ورايا: مبروك يا منة الله. مبروك يا منة الله. حصولك على الدكتوراه. حصولك على الدكتوراه. شاطرين. مبروك يا دكتورة منة، وتبقى تشرفينا هنا إن شاء الله في دار التحفيظ. نبدأ الدرس بتاعنا من كتاب جنة الآداب لبراعم الأحباب، والكتاب ده اللي أنا مألفه علشان الطفل يتعلم الأدب مع القرآن. قولوا ورايا: الدرس الرابع. الدرس الرابع. آداب المذاكرة. آداب المذاكرة وطلب العلم. وطلب العلم. واحد. نخلص لله تعالى. ونستعينه. على فهم الدروس. 2. نجد ونجتهد. في طلب العلم وتحصيله. 3. نتحلى بالأخلاق الفاضلة. 4. نحترم المعلم ونوقره. 5. نوجه الأسئلة عما لا نفهمه بأدب ودون حياء. يعني السؤال او الحاجة اللي ما احناش عارفينها هنسأل فيها المعلم من غير ما نستحي، بس طبعا السؤال بأدب. 6. نحترم زملاءنا ونتجنب إيذاءهم. 7. نعمل بما تعلمناه من الخير. نعمل بما تعلمناه من الخير. 8. نحافظ على نظافة المكان الذي نتعلم فيه. حديث شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما. سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حلو أوي. نعرف نقرأ الدرس الرابع ده مع بعض زي كل يوم قبل ما نفسره؟ طب 1 2 3. الدرس الرابع: آداب المذاكرة وطلب العلم. 1. نخلص لله تعالى ونستعينه على فهم الدروس. 2. نجد ونجتهد في طلب العلم وتحصيله. 3. نتحلى بالأخلاق الفاضلة. 4. نحترم المعلم ونوقره. 5. نوجه الأسئلة عما لا نفهمه بأدب ودون حياء من السؤال. 6. نحترم زملاءنا ونتجنب إيذاءهم. 7. نعمل بما تعلمناه من الخير. 8. نحافظ على
حديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. بكرة إن شاء الله هناخد الدرس الخامس وهو أدب دخول البيت. يلا.